هنا التاريخ. أولا تحيات لحضرتك. ثانيا نعم صعيدي وافتخر، صعيدي ولي الشرف، صعيدي وفخور بعادات وتقاليد اللي تربيت عليها منذ الصغر. حتى اللهجة الصعيدية اللي أنا بتكلم بيها فخور بيها. نعم الصعيد ولاد، الصعيد اللي طلع منا عميد الأدب العربي طه حسين ابن المنيا عروس الصعيد، الصعيد اللي طلع عباس محمود العقاد ابن أسوان بلد السحر والجمال، الصعيد اللي طلع منا من أفضل من قرأ القرآن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الحنجرة الذهبية ابن مركز أرمنت جنا سابقا، جنا وما أدراك ما جنا، الصعيد اللي طلع محمود صديق ومحمد صديق المنشاوي وبيوت العلم في المنشاه سوهاج بلد العلم والعلماء، الصعيد اللي طلع المناضل عمر مكرم وطلع الزعيم جمال عبد الناصر، أسيوط مصنع الرجال يا سادة، الصعيد اللي طلع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي، الأقصر طيبة سابقا تلت آثار العالم، الصعيد اللي طلع شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي، الصعيد اللي طلع العلامة رفاعة الطهطاوي مؤسس النهضة التعليمية في مصر، الصعيد اللي طلع العلامة جلال الدين السيوطي، الصعيد ولات في جميع المجالات، الصعيد اللي طلع المشير عبد الحكيم عامر، الصعيد اللي طلع المشير طنطاوي، الصعيد اللي طلع عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، الصعيد ولات في جميع المجالات. لو رحت للفن رياضة الصعيد طلع إبراهيم يوسف إسماعيل يوسف، الصعيد طلع أحمد الكاس الكابتن ربيع ياسين، الصعيد طلع عميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن ابن المنيا. نعم فخورين بالصعيد. الصعيد هو تاريخ مصر. من الصعيد طلع مينا وحد القطرين، اسألوا معبد أبيدوس في سوهاج في العرابة المدفونة، ومن الصعيد طلع أحمس طرد الهكسوس من مصر، طيبة سابقا الأقصر حاليا. الصعيد أنا لو حدثتكم عن الصعيد مش هتكفيني دقيقة ولا دقيقتين ولا يوم ولا يومين. نعم احنا فخورين بالعادات والتقاليد اللي تربينا عليها منذ الصغر. يكفينا فخر احنا كصعايدة ما فيش دار مسنين واحدة في الصعيد، لأن عار علي أنا كراجل صعيدي أودي أمي أو أبوي دار مسنين أتعاير بها طول عمري، بل أحفادي وأحفاد أحفادي يتعايروا بها. نعم صعيدي ولي الفخر، صعيدي ولي الشرف. وتعبت وأنا أقول استقيموا ويرحمكم الله.